عشان في ناس سألتني على الموضوع ده، فأنا حابب النهاردة أقول لكم 5-6 أسامي أنت ممكن تتابعهم سواء على يوتيوب أو في البودكاست أو تقرأ عنهم لو أنت عايز تتابع الجديد في حتة ال AI. هقسمهم لك مجموعات. مجموعة اللي بتخوف من الديفلوبمنت بتاع ال AI، المجموعة اللي بتقول دوس للآخر خلينا نعمل ديفلوبمنت سريع، وفي الآخر هقول لك الاتنين اللي أنا شخصيا بثق في رأيهم. يعني كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على جيفري هينتون، وده كان في وقت من الاوقات 2017 2018 زي ما قلت لكم ان هو كان بيتعامل على انه الجاد فاذر بتاع الاي اي، ومن اكتر الناس اللي بتخوف. بيجي معاه واحد اسمه يوشوا بنجيو، الاثنين كانوا خدوا مع واحد ثالث جائزه تورينج سنه 2018 يمكن. برضه بنجيو ده بيتعامل على انه من اكتر الناس الاثيكال والناس اللي بتخوف من الديفلوبمنت السريع بتاع الاي اي. التالت اللي خد الجايزه معاهم بس اجينست دم وعلى طول لسانه لازع عليهم على تويتر، لوكون اللي كان شغال في شركه ميتا اللي هو عمل الفيس ريكوجنيشن بتاع الموبايل ده. عكسهم تماما وشايف ان الديفلوبمنت السريع لازم هو يكون المنطق السائد دلوقتي. وده بياخدنا برضو لواحد من عتاولة بقى اللي قايلين دوس يعني سبيد اوفر سيفتي، إريك شميت اللي كان السي او بتاع جوجل يمكن 10 سنين 11 سنة. الراجل اللي عنده شميت فيوتشرز، الراجل اللي عنده المعلومة من جوه بقى اللاب لأنه جزء من مجموعة بيلدربرج، ودي هنتكلم عليها مرة تانية. الراجل ده بيبروموت ان الاي اي هي نيو الكتريسيتي وان احنا لازم ندوس باقصى سرعه قبل الصين ما تسبقنا، وده على عكس الناس اللي بتخوف من الاي، ده عايز الاي اي النهارده قبل بكره. في زيهم عرب باي ذا واي، يعني انت لو بتسمع برضه في مو جودة، محمد جودة ده مصري ريسنتلي بقى سعودي، كان شغال في جوجل تشيف بزنس اوفيسر. هو شويه ارجنت بس برضه ممكن هو تحس ان الابروتش بتاعه موزون شويه كده، ماسك العصايه من النص، شبه واحد فيلسوف من الكيان برضو اسمه هراري. الاثنين شبه بعض، بحس الابروتش بتاعهم شبه بعض. نيجي بقى الاثنين اللي انا شخصيا بفضلهم. هسابس اللي واخد نوبل على الفا فولد، الراجل صاحب شركه ديب مايند اللي اخترعت الفا جو كمان قبل كده. راجل عبقري واخد نوبل، كان طفل عبقري في الشطرنج، يوناني قبرصي انجليزي، موزون جدا في كلامه، ايثيكال في كلامه، انا بحترمه جدا. فده لو لقيت اي حاجه اسمع له. الراجل الاكتر اللي انا بحبه اللي بيسموه الاي اي الارمست، داريو بتاع شركه انثروبيك، وده راجل عبقري عنده كلود الاي اي، ودايما بيبروموت ان السيفتي فيرست قبل السبيد اللي هم شغالين بيها دلوقتي.